التوقعات ديالي وحلمتها البارح، حلمتها غنربحوا ب1-0 ان شاء الله. هذه البارح انا ناعس بالليل حتى كنشوف البيت تبارك ساهل على بلجيكا، وان شاء الله بقدرة الله وبالجمهور ان شاء الله وباللعابه يكونوا في المستوى ان شاء الله، وغادي نربحوهم ب1-0 ان شاء الله. بالنسبه للمنتخب المغربي ضد المنتخب البلجيكي، كرأي ديالي انا المنتخب البلجيكي هو المرشح الاول باش يفوز بهذه المقابله، باش ما نهضروش عاطفيا نهضروا في اللوجيك ديال الكره. وان شاء الله تنتمنى كمغربي كنتمنى الفوز ديال المنتخب، حتى حنا راه ما عندناش زعما فرقه اللي سهله. ومن ان شاء الله المغرب يقول الكلمه ديالو وتخرج النتيجه ضد داكشي اللي كيتقال بان المنتخب البلجيكي هو اللي غادي يفوز وهو عنده وسط ميدان. حتى حنا راه عندنا وسط ميدان وعندنا تبارك الله دراري في الهجوم اللي غادي يقدروا يماركيو في هذا الماتش هذا. انا تنظن بان المنتخب المغربي في هذه المباراه تنظن بانه عنده يعني ما يكفي من امكانيات باش يحقق نتيجه ايجابيه. المنتخب البلجيكي ماشي منتخب سهل، شفنا المباراه ديالو مع كندا واللي بين على واحد المستوى كبير. تنظن بانه المنتخب المغربي لا تجاوز مجموعه من الاخطاء اللي ارتكبها في المقابله السابقه، وبالخبره ديال المدرب والتجربه ديالو والخطه ديالو كنظن انا كنعتقد بانه يمكن نحققوا نتيجه ايجابيه مع هذا الفريق الوطني اللي فيه عناصر يعني عندها تجربه وعناصر دوليه. كنظن كنتوقع غادي تكون 1-0 لفائده المنتخب المغربي. المقابله ديال غدا ان شاء الله مع بلجيكا غتكون مقابله صعبه، لان رغم ان المنتخب عندنا تخطى واحد المنتخب اللي هو قوي كرواتيا وكان مستوى مزيان، عندنا منتخب، ولكن المقابله ديال بلجيكا غتكون صعيبه، ماشي هي المقابله ديال لان المقابله الاولى تتكون مقابله بحال تقول مقابله ديال فتح الشهيه. انا ماشي انا مغربي وطني احب المغرب واحب المنتخب، ولكن النتيجه تنظن اما التعادل واما المنتخب المغربي غادي يخسر.